هل الذرة المتعادلة معناها ان الذرة مستقرة؟ لا، التعادل ده معناه حالة الذرة العادية، وضعها الطبيعي اللي هو ايه؟ عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. لكن الاستقرار الذرة بيتحدد عن طريق عدد الالكترونات في المدار الاخير. يعني كل الذرات متعادلة في حالتها الطبيعية، لكن مش كل الذرات مستقرة. ممكن تكون ذرات متعادلة وغير مستقرة. تمام كده؟ يعني التعادل مش بيساوي الاستقرار، التعادل حاجة والاستقرار حاجة تانية. الذرات كلها متعادلة، لكن في ذرات مستقرة وذرات لأ. يعني ايه بقى ذرة مستقرة؟ الذرة المستقرة هي الذرة اللي مش بتتغير أو تتحلل أو تتفاعل بسهولة، مقاومة جدا للتأثير الكهربي الخارجي. الذرة المستقرة ذرة غير نشطة. العناصر اللي ذرتها في حالة استقرار تام بنسميها عناصر خاملة، والعناصر دي في حالتها الطبيعية لا تشارك في الكهرباء